بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة هنشرح الماركرز والزونز في ال FPS Creator اللي احنا هنلاقيهم في التاب ده. هنشرح الماركرز اللي هو البلاير ستارت والبلاير تشيك بوينت، والزونز اللي هي عندنا حوالي 6 زونز. هنبتدي في درسنا النهاردة هنشرح الزونز. احنا عندنا في ال FPS ممكن تعمل اكتر من 6 زونز زي ما احنا شايفين عندنا، او 6 زونز. في الهيل زون او المنطقة اللي بيتم فيها شفائك، في الهيرت زون اللي بيتم فيها اصابتك، الوين زون اللي بتكسب فيها الليفل اللي انت فيه، تريجر زون اللي هي زي بتعمل تشغيل لحاجة لما بتقف فيها، او بتعمل يعني زي استثارة للعدو او حاجة، ساوند زون بتشغل ملف صوت، ستوري زون بتشغل ملف فيديو. هبتدي اول حاجة بالتريجر زون عشان ممكن نستخدمها في كذا حاجة. التريجر زون قبل ما نبتدي نستخدمها هنبني الاول سيجمنت عشان نعرف احنا هنشتغل عليه. نبتدي عند رومز ونعمل مثلا كده، نعمل ليها ايه. تمام، احنا شايفين احنا بنينا اوضه فيها مختلف الحاجات، ممكن نزودها هنا شويه وهنعرف التريجر زون. هنبتدي اول حاجه التريجر زون، قلنا ان هي بتعمل استثاره لحدث او استثاره للعدو لما نيجي نعدي عليه. هنستخدمها ان احنا نفتح بيبان، نشغل نور، نعمل نستثير عدو او نخلي عدو يهجم علينا. هنبتدي اول حاجه ازاي نستخدم التريجر زون في ان احنا نستثير عدو. هنحط اول حاجه العدو اللي احنا عاوزينه من كاركترز، هنختار مثلا كونال اكس ونحطه هنا. تمام، وبعد هنحط التريجر زون بتاعتنا هنا. بعض النقط اللي احنا ممكن نستخدمها في بناء التريجر زون ان احنا ممكن نوسعها زي ما احنا شايفين، بندوس شيفت وكليك شمال ونبتدي نوسعها في المكان اللي احنا عاوزينه. يعني زي ما احنا شايفين ممكن نخليها على كذا دور من خلال اللي احنا ندوس برضو شيفت وكليك شمال والعجلة بتاعت الماوس، هنخليها كذا دور زي ما احنا هنشوف بعد كده. جينا حطينا تيجر زون وحطينا عدو او انمي. عشان نخلي الانمي ده الانمي عموما او العدو عموما لما بنظهر قدامه بيضربنا، عشان نخليه ما يضربناش لما نعدي من قدامه او ما نخلوش موجود، بس مجرد ان احنا نحط رجلنا في المنطقه دي ان هو يبتدي يضربنا، لازم نستخدم الطريقه دي. هنيجي عند الانمي وندوس عليه كليك يمين ونغير في بعض الخصائص بتاعته. اول حاجه هنسميه اسم مش موجود، مثلا هنسميه باد جاي. تمام، ونيجي عند سباون ات ستارت هنقول له نو، ان هو ما يبتديش مهاجمتنا اول ما يشوفنا. وندوس ابلاي تشينجز. نيجي عند التريجر زون وندوس برضو كليك يمين، ونيجي هنختار في السكريبت هنختار حاجة اسمها PLR in zone use. PLR in zone activate used، ودي معناها ان هو يتم تفعيل لما يتم تفعيل حاجة معينة لما نخش رجلينا جوه الزون. تمام، هنقول له open، يبقى احنا اخترنا PRL activate zone use. تمام، وهنكتب if used هنقول له bad guy، اللي احنا الايتم اللي احنا هنشغلها او هنستخدمها او هنفعلها هو bad guy، وهنقول apply changes.
يبقى احنا اللي عملناه ان احنا قلنا ان العدو ده او باد جاي ده مش من اول ما يشوفنا يضربنا، وما يضربناش الا ما نيجي نخش رجلينا في الزون دي. هنشوف ازاي دلوقتي خلال تشغيل اللعبة. هندوس تشغيل اللعبة عشان نشوف ايه اللي ممكن يحصل. بعد ما اللعبة اشتغلت زي ما شايفين احنا ظهرنا بدأنا هنا اللعب. هنيجي هنا مش هنلاقي العدو لان احنا قلنا له ما يظهرش في اول اللعبة. لما هنيجي هنا عند التريجر زون زي ما احنا حطينا هنا، هنلاقيه بدأ زي ما احنا شايفين ظهر وهيبتدي مهاجمته. ده بالنسبة للتريجر زون للعدو. هنتكلم دلوقتي عن التريجر زون للابواب، ازاي نفتح ابواب وازاي نشغل انوار. هنيجي عند هنشيل ده مش عاوزينه، هنيجي عليه كليك يمين وهنحذفه بقى ما نحركه او ندوس ديليت. هنبتدي هنشوف دلوقتي الابواب ممكن نفتحها ازاي في عن طريق التريجر زون. هنبتدي نعمل بس باب paint only walls ونحط الباب هنا عشان هنعمل حيطة، نقول له add new segment وهنحط في السينري. المهم هنختار دور او باب مكتوب تحتيه ريموت وهنختاره اوكي ونحطه هنا. هنيجي عند هنخش في الانتي مود عشان نعرف نتحكم. الباب هنغير اسمه طبعا. هنيجي عند الباب ونغير اسمه دور مثلا 1 ونقول له apply changes مجرد ان احنا غيرنا اسمه. وهنيجي عند التريجر زون اللي احنا كنا عاملينها، هنختار نفس السكريبت اللي احنا اخترناه اللي هو PLR in zone activate used، ونكتب هنا if used هنكتب دور 1 ونقول apply changes. ممكن حاجة بسيطة، ممكن مش لازم الباب يبقى مكتوب عليه ريموت، ممكن نختار اي باب وفي السكريبت هنختار حاجة اسمها دور ريموت. يعني ممكن نختار اي باب ونكتب في السكريبت دور ريموت مش مشكلة. عشان نشوف احنا هنفتح الباب ازاي هنشغل برضو اللعبة ونشوف البيبان هتفتح ازاي. زي ما احنا ظهرنا هنا عندنا الباب هنلاقيه مقفول. هنيجي عند تريجر زون زي ما احنا شايفين الباب مقفول. هنيجي عند تريجر زون وهنلاقي الباب اتفتح زي ما احنا شايفين. ده ازاي نستخدم تريجر زون ان احنا نفتح ابواب. اخر حاجه في التريجر زون او ممكن حاجه كومن ان احنا نتحكم في الاضاءه بتاعتنا. هنيجي دلوقتي هنشرح ازاي نستخدم التريجر زون في التحكم في النور والاضواء. هنبتدي اول حاجه هنحط نور احمر هنا ونختار نور اخضر تاني هنا عشان نشوف الفرق في التحكم بين الاتنين. تمام. اول حاجه هنغير في الخصائص بتاعتهم. هنيجي عند النور الاحمر مثلا ونسميه لايت 1 ونحوله من الاستاتيك لديناميك عن طريق ان احنا نغير الستاتيك مود تو نو ونخلي السكريبت بتاعه لايت 1 زي ما هو مكتوب ونقول ابلاي تشينجز. عند النور الاخضر هنسميه نفس الاسم لايت 1. هنشوف بعد كده ليه. وبرده نفس الحكايه هنغير من الاستاتيك للديناميك عن طريق ان احنا نقول نو، لكن السكريبت هنقول له لايت اوف عشان يبقى النور مش موجود في اول الدور. هنيجي عند التريجر زون وندوس عليها كليك يمين وبرده هنختار نفس السكريبت اللي اخترناه كل مره ونقول له if used هنستخدم لايت 1.
معنى اللي احنا عملناه ايه؟ ان احنا في اول الدور هيبقى النور الاحمر هو اللي شغال والنور الاخضر هو اللي مطفي. لما نيجي عند اللايت زون هيحصل العكس، النور الاحمر هيطفي والاخضر هو اللي هيشتغل. هنشوف دلوقتي في تشغيل اللعبة. زي ما احنا شايفين اللعبة بدأت وعندنا النور الأحمر هو اللي شغال زي ما احنا شايفين. هنيجي عند التريجر زون هنلاقي اللون الأخضر هو اللي اشتغل زي ما احنا شايفين. وده مثال آخر على التريجر زون. وبكده احنا خلصنا شرح التريجر زون. شكرا.